ازيكم؟ انا عمرو رضا. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده نسخه طبق الاصل مني، نسخه رقميه معموله بالكامل على الانريل انجن عن طريق الميتا هيومن، وطبعا بقدر اتحكم في حركه جسمي ورياكشن وشي. فيديو النهارده هشرح كل حاجه تخص الميتا هيومن بشكل بسيط وسهل، وكل اللي هتشوفوه النهارده مجانا تماما، مش هتدفع ولا جنيه. خلينا نشوف هنعمل ايه النهارده. تخيل معايا انك تحول نفسك ل 3D كاركتر وتتحكم في الكاركتر ده وتعمل له انيميشن بنفس رياكشناتك وحركه جسمك، وتصمم البيئه اللي انت عايزها وتعمل سيناريو واخراج. لا محتاج استوديو ولا معدات ولا فريق انتاج، وده معناه انك تقدر تعمل فيلم لوحدك. انت متخيل؟ او يعني خلينا نقول شورت فيلم عشان اكون واقعي. ومش بس كده، انت ممكن توظف ال 3D كاركتر ده في حاجات كتيره. ممكن تستخدمه في الران تايم كثيرد بيرسون وتتجول بيه وتخليه يتفاعل مع كل حاجه في المشروع. انا في كذا مره العميل قال لي انه عايز يتجول بالكاركتر بتاعه هو. او ممكن تخليه يركب عربيه وتتنقل بيه من مكان لمكان تاني، او حتى تلعب بيه GTA لو عايز. افكار كتيره ممكن تعملها بالكاركتر بتاعك، يعني دي حاجه من الحاجات اللي هنتعلمها النهارده، بس تركيزنا اكتر في الميتا هيومن. في فيديو النهارده هنتعرف على الميتا هيومن وهشرح كل حاجه عن السيكونسر شرح تفصيلي، لان ده اللي بنعمل بيه المشاهد السينمائيه والانيميشن، وازاي تحول نفسك ل 3D كاركتر وتعمل نسخه طبق الاصل منك لوشك الحقيقي عن طريق السكاننج او المسح التصويري، وازاي تعمل انيميشن لاي حاجه انت عايزها، سواء موشن كابتشر انك تاخد رياكشناتك وحركه جسمك وكمان تعدل عليها، او تستخدم مكتبات انيميشن جاهزه من اللي موجوده في الماركت بليس او فاب دلوقتي، او من موقع ميكسامو. واخيرا هعمل استوديو صغير عشان اعرض فيه الكاركتر بتاعي بشكل سينمائي. وفي نهايه الفيديو هشرح الفرق بين الميتا هيومن والذكاء الصناعي، اللي هو ليه انا ما اعملش ده بالذكاء الصناعي، ليه اشتغل على الميتا هيومن. الموضوع اكبر مما يبدو عليه. خدوا بالكم، الميتا هيومن هنعمل بيه حاجات كتيره الفتره الجايه. مش عايز احرق حاجه او اتكلم عن حاجه لسه ما ابتديتش فيها، بس كفايه اقول لكم اهلا بيكم في عالم السينما والافلام والانيميشن. انا كنت هعمل شورت فيلم في الفيديو ده وجهزته كقصه وكتابه واخراج، عملت حاجه حلوه بس حصلت حاجه خلتني ما اعملهاش، هتعرفوها كمان شويه. يلا بينا على الدرس، بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان تتابعوا الجديد، واشوفكم بعد الانترو. هفتح الايبك جيم لانشر. طبعا نزل للاصدار 5.7. خليني اعرفكم سريعا كده الجديد في الاصدار ده. هاجي هنا عند رود ماب عشان نشوف هم عملوا ايه، واختار اخر اصدار 5.7. طيب هو في حاجات كتيرة عملوها، هقول لكم اهم 3 مميزات في الاصدار ده. اولها الميجا لايت المحسنة، هي ما زالت بيتا بس عالجوا فيها شوية مشاكل. الميجا لايت ده تقدروا تقولوا انه نانايت الاضاءة، بتخليك تقدر تحط عدد اضاءات كتيرة في المشروع بدون مشاكل مع الحفاظ على عدد الفريمات، وما زالت بتتطور طبعا. الميزة التانية او الفيتشر التانية وهي السبستريت ماتيريال. طيب الطريقة التقليدية اللي بنستخدمها في معظم البرامج اسمها البي بي ار ماتيريال، لو حد مستفيد في الخامات هيفهم قصدي. اما السبستريت ماتيريال فدي طريقة جديدة او سيستم جديد في انشاء الخامات. فكرتها انك بتعمل لايرز او طبقات لتكوين شكل الخامة بشكل اعمق وادق، رغم ان البي بي ار اتعودنا عليه وممتاز جدا، بس هم عالجوا مشاكل كتيرة زي خامة الازاز اللي دايما كان فيها مشاكل. الميزة الثالثة واقوى ميزة في الاصدار ده وهو نظام البروسيجرال نانايت فوليج، ودي بتخلينا نعمل ريندر لادق التفاصيل في الشجر، وبقى يعتمد على سيستم البوكسلايزيشن. كل ما بتبعد بيتحول لبوكسات، يعني هو مش بيتعامل مع الشجر على انه جيومتري، هو بيتعامل معاه كانه بوكسات صغيره او بكسلات. لان نظام النانايت الاولاني كان فيه شويه مشاكل، كان فيه اوفرلابنج او اوفر درو، والظلال ما كانتش بتتحسب بدقه مع الزرع الكتير، وكان البرفورمانس اداء الجهاز سيء جدا. اما في سيستم الفوليج الجديد تم معالجه الموضوع ده، الشجر بقى بيرندر اسرع بكتير ودقه الشجر بقت اعلى والبرفورمانس بقى اسرع من الاول. يعني دول اكبر 3 مميزات في مجالنا. طبعا في حاجات تانية، هم بقى لهم فتره مركزين في التوجه السينمائي والتوجه التلفزيوني والاناليزيس والكنترول ريج وما الى اخره. طوروا كتير في الادوات اللي بتساعد في الانيميشن وفي السيكونسر، واللي هنتكلم عنه باستفاضه النهارده. بصراحه ايبك جيمز دايما بيطوروا بسرعه جدا، وبقوا شايفين الذكاء الصناعي رايح بينا على فين. بقى كله بيعمل فيديوهات بالاي اي دلوقتي، فسهلوا علينا الموضوع في الانريل وزي ما هنشوف النهارده. طيب نرجع لايبك جيم لانشر واروح للايبراري
وهشتغل على ال 5.6 مفيش مشكلة، مش هيأثر في الدرس بتاعنا. وقبل ما افتح البرنامج لازم افعل الميتا هيومن على الاصدار اللي هشتغل عليه الاول. باجي هنا وبدوس على السهم ده اوبشن وافعل ميتا هيومن كرييتور كور داتا. طبعا انا اوريدي مفعلها. تاني حاجة بروح لفاب. طبعا زي ما انتوا عارفين مكتبة فاب بقت موجودة في اللانشر، واكتب ميتا هيومن انيميتور ديبس بروسيسنج. هي دي، ده بلجن عشان لما اجي اسجل حركة وشي، واستخدمت خاصية الدبس او العمق في كاميرا الموبايل بحيث التسجيل يكون ادق. والله مش عارف، ممكن ما نحتاجهاش بس خليها جنبنا احتياطي. انستول بلجن ونلانش ال 5.6. وبكده نكون فعلنا الميتا هيومن كرييتور في الانريل انجن 5.6. اختار التمبلت ده واقول له عايز الثيرد بيرسون لاننا هنشتغل على كاركتر الثيرد بيرسون، واسمي المشروع ميتا هيومن طبعا بالانجليزي، مفيش عربي في الانريل، وكرييت. امسح الالوان دي عشان عيني وجعتني. تمام. طيب هل كده فعلنا الميتا هيومن؟ لا لسه، انا ضفته في البرنامج لكن ما فعلتوش. بفعله منين؟ بروح من edit plugins واكتب ميتا هيومن وافعل كل البلجنز الخاصة بالميتا هيومن دي، وطبعا restart the engine save selected. وبعد الريستارت انت كده جاهز، خلصنا الدرس، باي باي. لو ما دوستش سبسكرايب وعملت لي لايك مش هكمل. لا مش بصدقك، اثبت لي. طيب ايه اول حاجة عايز اعملها؟ عايز احول نفسي ل 3D كاركتر. بعمل كده ازاي في الميتا هيومن؟ عن طريق السكاننج او المسح التصويري. اسهل طريقة وابسط طريقة تعمل بيها كده عن طريق ابلكيشن اسمه بولي كام. ده من خلاله بتعمل سكان لنفسك. هتدوس على زائد دي وتختار اوبجكت وتأكد انها مانيوال بحيث تبقى في وضع الفوتو مود، وده ادق وضع. وتخلي حد يصورك صور كتيرة 360 درجة من جميع الزوايا. اول لفة هاي ليفل من فوق، وميديوم ليفل في مستوى عينيك، ولو ليفل تجيب تحت وشك، وممكن كمان كلوز ليفل من قريب. اهم حاجة تكون ثابت في وقت التصوير، والصور تكون كتيرة، يعني ما بين كل صورة والتانية حركة بسيطة. تاخد لك بتاع 200 300 صورة. كل ما عدد الصور كتر كل ما طلعت نتيجة ادق. احنا مش عايزين الجسم في حاجة، اهم حاجة تغطي منطقة الوش كويس. وبعد ما تخلص تراجع الصور، لو في صور كنت مغمض فيها او مش مظبوطة امسحها عشان ما تبوظش المش اللي هيطلع، والتكتشر يطلع سليم. واختار دينيس عشان يطلع لي افضل جودة، واقول له ابلود. العملية دي محتاجة تليفون حديث شوية. انا معايا ايفون 12 برو، سخن مني شوية وانا بصور، كنت بحط عليه مبرد بتاع الكاميرا بتاعتي عشان لما بيسخن جامد بيهنج. المهم بعد ما خلص دي النتيجة، مش وحشة، النتيجة كويسة، وساعات بتبقى أحسن من كده كمان. بعد كده بفتح موقع بولي كام من الكمبيوتر عشان أعمل داونلود من الجهاز. بص بقى هنا، لو أنت مش مشترك هتلاقي إن كل دول مقفولين ومفعلك بس GLTF، وده مش بيقرا الماكس بشكل مباشر. لازم تسطب بلجن اسمه GLTF Importer أو أي موقع أونلاين كونفرتر. بس أنا اشتركت مش عشان بس أفعل دول، هو بيديني 200 أو 300 صورة تقريبا كتجربة بمساحة محدودة، ودي كفاية إن أحقق اللي أنا عايزه. بس أنا عشان هجرب كتير فاشتركت وقتها شهر واحد في الخطة البيزك، دفعت $30 يعني بتاع 1500 جنيه. على فكرة امتداد GLTF بيشتغل عادي مع بلندر بشكل مباشر. المهم حملت OBJ وفتحته على الماكس. شكلي بائس كده ليه؟ طيب ايه اللي انا محتاجه من الموديل ده؟
انا محتاج الوش بس، حتى الشعر مش عايزه، لاني لو خدت الشعر الميتا هيومن هيفتكر ان دي لفة راسي والشعر مبوظ لفة الراس. فكل اللي هعمله احول ده لإيديتابل بولي واختار بوليجون وامسح كل ده. بدل التحديد بشكل مربع اخليها بسبراي اللي هو البينت ده، وابتدي احدد بالشكل ده كده احسن. اشيل شعري ومش عايز وداني كمان، ممكن اسيب وداني بس خلينا امسحها افضل. بس كده، ده كل اللي انا عايزه، رسمة الوش بتفاصيلها. اتأكد ان اليونت بالسنتيمتر تمام، واسنتر البيفوت واكبر الموديل شوية لانه صغير جدا. حلو كده. واعمل اكسبورت FBX وارجع للانريل. اعمل نيو فولدر واسميه ميتا هيومن والونه بلون احمر كده اميزه لان ده موضوع درس النهارده. واعمل جواه نيو فولدر تاني واسميه ماي سكان. اعمل مينيمايز واحط ملف ال FBX هنا. خلي كل حاجة زي ما هي، بس برضو راجع، خلي الاختيارات دي نفس اللي عندك. الماتيريال متفعلة والتكشر متفعلة عشان يعمل لي ماتيريال خاصة بالموديل بتاعي، واقول له import. واعمل save all وهلاقي الوش بتاعي ظهر بالشكل ده. والخامة بتاعته مظبوطة. ممتاز. خلاص امسحه من هنا. ايه الخطوة التانية اللي اعملها؟ عايز اجيب حاجة اسمها ميتا هيومن ايدنتيتي عشان اكون الهوية بتاعتي اللي هتحدد لي تفاصيل وشي. بطلع بره هنا جوه فولدر ميتا هيومن، رايت كليك، ميتا هيومن ايدنتيتي، واسميها ماي ميتا هيومن ايدنتيتي وافتحها. وعايز ادخل موديل الوش بتاعي، بقول له create components from mesh. في اختيار تاني from footage، ده لو عندي فيديو بس انا عايز اعمل الهوية من خلال المش بتاعي، فاختار from mesh وادور على الموديل بتاعي اللي عملت له سكان اسمه ماي موديل، هو ده. واروح للزاوية اللي انا باصص فيها، زاوية عيني، عشان هناخد الايدنتيتي من الزاوية دي. هو انا عامل كده ليه؟ طيب عشان تفاصيل الوش تبان بشكل افضل لازم العدسة تكون زوم شوية. هاجي هنا عندي فيلد اوف فيو وخليها مثلا 16 عشان الوش يبقى فلات وما يحصلش ديستورشن. هبقى اعمل لكم فيديو مخصوص عن اعدادات الكاميرا عشان تفهموا التفاصيل دي لانها مهمة جدا. طيب واروح لزاوية كويسة قدام وشي. حلو قوي. وانا محدد على الوش اقول له بروموت فريم. اوكي. بعد كده ادوس على track markers from active frame. هلاقيه عمل لي ماركرز بالشكل ده. اراجع عليها، هي مظبوطة على وشي، لو في حاجة غلط بعملها مانيوال. بعد كده بدوس على ميتا هيومن ايدنتيتي سولف.
وباجي هنا بدوس على اللي في النص دي وبراجع هل المش ماتشنج مع وشي ولا لأ. أنا شايفه مظبوط. أعمل بقى سيف وأقفل ده. خلاص مهمتي هنا انتهت، وحان وقتي إن أشتغل على الميتا هيومن كاركتر. طيب انتوا عارفين إن الميتا هيومن كاركتر أصبح موجود جوه الأنريل نفسه وليس موقع خارجي معتمد على سرعة النت. طيب بجيبه منين؟ رايت كليك، ميتا هيومن، واختار ميتا هيومن كاركتر واسميه امرو على اسمي وافتحه. لما هاجي افتحه هتطلع لي الرسالة دي، هقول له enable missing، دي عادي مفيش فيها مشكلة. بعد كده اعمل ريستارت. وارجع للميتا هيومن كاركتر. وهو ده بقى الميتا هيومن كاركتر اللي بغير فيه شكل الكاركتر. كل تفصيلة في الكاركتر اقدر اعدل عليها من هنا. ممكن اقول له هنا اظهر لي السكان. بصوا التفاصيل مرعب، احنا لسه ما عملناش حاجة. عايز احط بقى الوش بتاعي، هروح عند الهيد، عند conform، واقول له from identity اللي انا عملتها، ومن عند ميتا هيومن identity اختار الايدنتيتي اللي عملتها واشيل الحاجات دي use eye meshes وال use teeth meshes. انا عايز العين والاسنان يعملها لي الميتا هيومن، واقول له conform. وهنا تكمن الروعة، وهو ده الوش بتاعي. لو حلقت هبقى شكلي كده. طبعا في حاجات كتير عايز اعدلها، هم حاطين لي ميك اب وحاجات قلة ادب وسفالة. عايز اول حاجة اغير لون السكين والتكتشرز. افتح بس اي صورة ليا كريفرنس، واروح للماتيريالز، اظبط لون السكين كده تقريبا، واغير الفيس تكتشر اندكس، احاول اقرب لشكل التكتشر بتاعتي. ممكن رقم 97. والعب في الرفنس شوية، بتدي لمعة كده على الجلد. اخليها 0.3. انا على فكرة ممكن اعمل التكتشر بتاعتي، اصور نفسي واعملها، هتطلع نفس شكلي بالظبط، بس تقريبا ظبطت معايا. رسمة الوش مظبوطة جدا، نفس الشيب نفس الشكل، احساس غريب قوي. قربت بنسبة كبيرة، لسه الشعر والحواجب وهوصل لنفس شكلي بالظبط. اروح بقى عند الهير اند كلوزنج واشوف شعر قريب من شعري. اجرب دي، دبل كليك. لا شعري مش طويل وناعم كده. ايه ده؟ لا مش خشن قوي كده. تقريبا ده كويس، قصير، انا بحب اعمل كده فعلا. اغير لونه، اروح للديتيلز، وعندي ميلينيان دي الونه بلون اسود، ومن وايتنس اطلع كام شعرايه بيضه كده. انا عندي الابيض طلع من وانا عندي 20 سنه، والعب في الارقام دي لحد ما اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. طيب ارجع للسلكشن واختار الحواجب. ثواني عشان دي صعبة. ممكن دي
لا دي. هو في خطين هنا، انا عندي خط واحد. يلا حلوة دي، واغير لونها. وهبقى اظبطها اكتر لان جفن عيني مش كده. احط رموش، ينفع من غير؟ لا ما ينفعش، لازم رموش. بالنسبة للدقن بقى، لا في دقن ولا شنب، بطاطساية متقشرة. اعتقد مش هتليق عليا. ايه ده؟ الحمد لله اني معنديش. طب دي، يعني دي اظرف واحدة. بس لا انا ما عنديش اصلا، دقني مش كاملة، خليها بلاطة. حلو كده. طيب بالنسبة للون العين، عشان دي مش عيني، اروح للماتيريالز، ايز. عندي بريسيتس كتيرة، انا هغير لون العين بس من برايمري كولر وسكندري كولر، اخليها بني غامق كده. عندك هنا ممكن تعدل على الأسنان، تغير لونها، وفي ميك اب لو الكاركتر بنت. نغير بقى في ملامح وش شوية لأن في اختلاف في عيني. هروح للهيد، البليند ده بيخليني أدمج ما بين 3 أشكال لشخصيات مختلفة وأعمل لهم دمج. ده مش عايزينه، احنا حطينا 3D موديل بتاعي خلاص. أنا عايز السكالبت، سكالبت يعني نحت. وغير بقى في ملامحي زي ما أنا عايز، والعب في الاختلافات اللي انا شايفها لحد ما اوصل لنفس الشكل. اظبط جفن عيني، تقريبا كده. واحاول ملعبش في عظم الوش لان دي رسمة وشي. زي الفل. اروح للترانسفورم، لا مش عايز العب في حاجة هنا، خلاص كده ده وشي. وبالنسبة للأسنان، أنا أسناني مش مثالية كده، خلينا نعكسها شوية. مش عارف أنا بفضح نفسي ليه. تمام. نروح بقى للبادي، برضو نفس فكرة البليند. هنا انت بتدمج ما بين 3 أنواع أجسام مختلفة. أنا مش بحب أغيرها من هنا، أنا بحب أكستم الحاجة بنفسي. هروح عند موديل وأغير في كل حاجة أنا عايزها. عندك أول اختيار masculine and feminine، ده بتحدد منه الكاركتر ذكر ولا أنثى، وتقعد بقى تجرب في الحاجات دي لحد ما توصل لشكل الجسم بتاعك. تمام كده. بالنسبة بقى لللبس، في كذا طريقة بلبس بيها الكاركتر، أنا هشرح أبسط وأسهل طريقة.
هنستخدم الطريقة بتاعت الميتا هيومن كاركتر. هنيجي هنا، هو حاطط لنا تيشيرت وشورت، هما دول بس. تقدر تستخدمهم وتغير لونهم زي ما انت عايز. من ديتيلز هنا، طب انا عايز لبس تاني. بسيطة، افتح البراوزر واروح لفاب وادور على لبس خاص بالميتا هيومن، لان في ملابس كتيرة مش هتشتغل في الميتا هيومن، بيشتغلوا بطريقة تانية هنبقى نشرحها بعدين، لان موضوع اللبس عايز فيديو لوحده. صحيح انتوا كنتوا بتسألوا عن مكتبات الكويكسل بريدج اللي كانت مجانا، انها راحت وكده. هي ما راحتش ولا حاجة. بجيبها منين؟ هكتب فوق هنا كويكسل ميجا سكانز، وافتح اي واحدة وادوس على كويكسل ميجا سكانز دي، واجيب بس الحاجات الفري. هلاقي كل الحاجات اللي حملتها وكنت بستخدمها كلها موجودة هنا. ودي الخامات اللي كنا بنستخدمها بشكل مجاني كلها موجودة هنا برضو، والديكيلز، all products، كل حاجة هنا مش هنغلب يعني. تمام كده. نشوف بقى اللبس. ارجع للهوم واكتب outfit ميتا هيومن او clothing ميتا هيومن، واشوف الحاجات الفري. يعني الفري مش احسن حاجة طبعا، المدفوعة بتبقى هاي كواليتي وبيكون في اختيارات كتيرة. هختار مثلا اول واحد واقول له add to project. اوكي، افتح البراوزر، هلاقي فولدر جديد باسم فاب ميتا هيومن، هلاقيها. طيب استخدم ايه فيها؟ لو جيت بصيت هنا هلاقي هو مستخدم ال WI كلاس ده، وهنا برضو هلاقي WI، وده الجزء الخاص بالميتا هيومن. هسحبه واحطه هنا، هلاقيه انضاف في الاسيت بتاعة الميتا هيومن. اشيل ده دبل كليك والبسه ده دبل كليك، وهلاقيه لبسه في ثواني. ودي اسرع طريقة واسهل طريقة تلبس بيها الكاركتر. في طبعا طرق تانية بنستخدم فيها الاستاتيك ميش ده او اي موديل لاي لبس عندك وبنظبطه على الكاركتر. ممكن نبقى نعمل فيديو مخصوص عن الموضوع ده. طيب نظبط الالوان دي بقى عشان الاصفر ده مش عاجبني. عندي ديتيلز وابتدي اني العب في الالوان دي. كده مثلا، وبكده اصبح الكاركتر بتاعي جاهز. وهو ده بقى الميتا هيومن كاركتر، خلاني اعمل الموديل بتاعي بسهولة. وده شكل الموديل بتاعي، تحفة بصراحة. طيب بعد ما خلصت هدوس على create for rig عشان نعرف نستخدمه في الانيميشن. بعد ما يخلص ادوس بلاي من هنا، هلاقيه عمل لي تيست انيميشن بحيث اشوف شكل الكاركتر وهو بيتحرك زي الفل. بعد ما خلصت الريجنج باجي هنا هلاقيه بيقول لي اعمل داونلود للماتيريال، فهدوس على داونلود تكتشر سورس واختار 4K عشان يطلع لي خامة الكاركتر بجودة عالية. لو اختفت الحاجات اللي كانت هنا بروح في اي حتة وارجع تاني هلاقيهم ظهروا. هنا بيقول لي تحفظه فين، هقول له في فولدر الميتا هيومن والاسم عمرو. اوكي، وادوس على assemble، الكلمة اللي قالها كابتن امريكا وهو بيحارب ثانوس. تمام، وبكده خلصنا مهمتنا في الميتا هيومن كاركتر. اعمل سيف واقفله واعمل سيف اول من البراوزر. اروح للميتا هيومن وهلاقي فولدر باسم امر وموجود فيه البلو برنت كلاس بتاع الكاركتر بتاعي. اسحبه واحطه هنا في الفيو بورد.
هلاقي كمان فولدر فيه البادي اللي هيحرك الكاركتر كله، وفولدر كلوزنج اللي فيه الهدوم، والفيس موديل الوش بتاعي. لو ظهرت الرسالة الحمراء دي اللي مكتوب فيها texture streaming pull over كذا كذا budget، ولقيت التكتشرز جودتها قلت، اكتب تحت r.streaming.pull size مسافة، وحط مثلا 2000 3000، هتلاقي المشكلة اتحلت. طيب بما اني بنضارة فعايز البسه نضارة عشان ابقى انا بالظبط. افتح فاب واكتب جلاسز واشوف الحاجات الفري. اوكي، ممكن البلاستيك سان جلاسز دي واجيبها. add to project. هلاقيها في فولدر فاب، اعمل بس سيف اول. طيب احط النضارة ازاي على وشي وازاي تفضل معايا لو اتحركت؟ هحطها في البلو برينت بتاع الكاركتر. افتح البلو برينت، اروح للفيو بورد عشان اشوف نفسي كويس، واروح اجيب النضارة. اسحب النضارة وادخلها هنا في الكومبوننت. هي راحت فين؟ تحت اهي. وخليها تابعة للفيس، تبقى تحت الفيس كده. وكمان هاجي عند بيرنت سوكيت طبعا وانا محدد على النضارة، اقول له اتبعي راسي الهيد بس كده، واظبط بقى النضارة على وشي. تمام كده. ولو حركت راسي النضارة هتتبعني. بصوا هنا لو خدت بالكوا ان كل ما ببعد عن الكاركتر جودته بتقل، وده بسبب ال LOD. فهاجي هنا عند LOD sync، عند نمبر LOD اخليها 1 عشان يخلي دايما الكاركتر هاي كواليتي. كومبايل وسيف. كده الكاركتر بتاعي جاهز، وهو ده انا حولت نفسي ل 3D. حلو قوي. نخش بقى على الانيميشن. ازاي نحرك الكاركتر ده؟ في طريقتين. اول طريقه اننا نستخدم مكتبات جاهزه لانيميشن سيكونس لاي كاركتر، وتاني طريقه الموشن كابتشر، اننا بنسجل حركه جسمنا ورياكشن وشنا وننقلها على الانريل انجن بحيث الكاركتر يتحرك نفس حركتي، وده لو عايز اتكلم في موضوع معين او لو عايز امثل وادي دور معين. وبالطريقتين دول انت ممكن تعمل فيلم على فكره. صدقني الموضوع ده جامد جدا، والفتره الجايه هتشوفوا نتائج جامده قوي بخصوص الموضوع ده. طيب خليني اشرح الطريقتين، وهبتدي بالمكتبات الجاهزه لاي انيميشن كاركتر. هفتح فاب واكتب انيميشن ووك كاركتر. هلاقي حاجات كتيره جدا. هشوف الفري مثلا دي موك اب اونلاين، واتفرج على الريفيو بتاعها. وادور بقى على الانيميشن المناسبة. انا في حاجة تانية عايز استخدمها.
اسمها اكتور كور سبانكي موفيز. دي انا هستخدمها عشان عندي، ابقوا ضيفوني على الفيس عشان سايب لكم حاجات كتيرة زي كده. دي مكتبة الانيميشن، بنسخ دي كوبي واحطها بيست جوه فولدر الكونتنت زي ما اتعلمنا. افتح المشروع هلاقيها موجودة. اخش على الميل، walk slow، هلاقي 3 animation sequence. اول انيميشن انه كان واقف وبعد كده بدأ يتحرك. تاني انيميشن وهو بيمشي بشكل مستمر. وتالت انيميشن انه كان بيمشي وبعد كده وقف. اللي هنعمله كالتالي، اننا هندمج التلاتة دول مع بعض. هخلي الكاركتر يبدأ يتحرك وادمج الانيميشن التاني انه بيمشي تكملة للانيميشن الاول بعد كده يقف. هندمج التلاتة مع بعض بحيث يبقوا انيميشن واحد. ازاي هنعمل كده؟ عن طريق السيكونسر. بس قبل ما نحرك الكاركتر خليني الاول اشرح السيكونسر شرح تفصيلي شوية لانه مهم جدا. في الفيديو ده هغطي كل حاجة تخص السيكونسر لان هو اساس الانيميشن واساس صناعة الافلام داخل الانريل انجن. هعمل هولد للكاركتر بس شوية وهرجع له تاني. طيب ايه هو السيكونسر؟ السيكونسر هو تايم لاين اديتور داخل الانريل انجن زي برامج المونتاج البريمير والافتر افكت، بس استخدامنا ليه هنا بشكل اكبر وبنستخدمه لصناعة المشاهد السينمائية وبنعمل بيه الانيميشن داخل الانريل. ده باختصار، لكن بشكل تفصيلي احنا نقدر من خلاله نحرك اي حاجة احنا عايزينها، نحرك كاميرا، نحرك اضاءة، نحرك كاركتر، نضيف صوت، نضيف مؤثرات، وكل ده بيتم من خلال فيديو مرئي. اما بالنسبة للران تايم احنا نقدر كمان نربط السيكونسر ده بالجيم بلاي عن طريق البلو برنت. لو مشترك في كورس البلو برنت هتفهم قصدي. فهو ليه وظائف كتيرة جدا داخل الانريل. فاكرين الفيديو بتاع ديمو ماتريكس اللي اتعمل بالانريل انجن؟ كل الاكشن اللي شفتوه ده اتعمل من خلال السيكونسر فقط عشان تعرفوا مدى قوة السيكونسر. طيب ازاي بجيب السيكونسر؟ باجي هنا واقول له add level sequence، بعمل نيو فولدر واسميه سينماتيك فيديو. انا متعود احط اي سيكونسر في فولدر باسم سينماتيك فيديو وبسميه، طبعا التسمية مهمة جدا لو بعمل مشاهد معقدة وكتيرة عشان ما اتلخبطش، انا هخليها كده للشرح. سيف. وده شكل السيكونسر، انا هشرحه بالتفصيل سريعا كده عشان نحفظ كل الادوات دي. خدت بالك وانا بقول هشرحه بالتفصيل سريعا كده؟ الجملة عكس بعض. طيب الجزء اللي فوق ده اسمه تول بار، هشرح لكم الادوات دي كلها دلوقتي. وده الاوتلاينر اللي بنحط فيه الحاجات اللي عايزين نحركها. وده التايم لاين اللي بنتحكم منه في مدة الانيميشن وشكل الحركة. بالنسبة للتول بار في الورلد دي حطيت لي شوية معلومات، يعني مثلا ده الليفل اللي احنا فيه حاليا. السيف عارفينه، البراوزر ده بيعرفني مكان السيكونسر محفوظ فين. وبالنسبة لكريات كاميرا احنا اشتغلنا عليها كتير، دي بتخلينا نحط كاميرا عشان ابتدي اعمل انيميشن في المشروع بتاعي، ودي شرحتها كتير. بعد كده زرار الريندر، ده الريندر بالطريقة العادية، ولما بفعل الموفي ريندر كيو بقدر افتحه من هنا برضو. يعني لو فتحت البلجنز وفعلت موفي ريندر كيو ريستارت، نفتح السيكونسر وادوس على الريندر، هتلاقيه جاب لي الموفي ريندر كيو اللي بعمل منه انيميشن بطريقه احترافيه. كل ده اتشرح طبعا، اتفرجوا على الدروس اللي فاتت كلها وبالترتيب. انا عامل لكم كورس مجاني كامل للانريل على القناه هنا، روحوا اتفرجوا عليه. بعد كده عندي زرار دايركتور بلو برنت، ده بيفتح لي البلو برنت بشكل مباشر عشان اقدر اتحكم في الانيميشن وانا بعمل ووك ثرو انتراكتيف، ان يعني استدعي السيكونسر في البلو برنت. بعد كده زرار الاكشن، وده فيه شويه ادوات زي الامبورت والاكسبورت وما الى ذلك. وبالنسبه لفيو اوبشن
ده بيشيل ويضيف حاجات في السيكونسر، بيزود خصائص ويقلل حاجات بكون مش محتاجها عشان السيكونسر ما يبقاش زحمة. وعندنا زرار البلاي باك اوبشن، والمجموعة دي اللي هي دي اللي هو شغل الفيديو ووقفه وسرعه والحاجات دي. صحيح المجموعة اللي تحت دي اسمها بلاي باك اوبشن. في عندنا كمان زرار الكي فريم، ده فيه انواع الكي فريمات. طيب ليه محطوطين هنا؟ خلينا بس الاول ندخل اي حاجة في السيكونسر عشان اعمل عليها تيست انيميشن. لو انا سبت الكي فريم عند اوتو، اي كي فريم هعمله هيكون على اوتو از ديفولت. يعني مثلا احط كي فريم هنا واجي هنا واحركها شوية واحط كي فريم كمان عشان اعمل الحركة دي. احدد على التو كي فريم دول وافتح الكيرف اديتور، هلاقي الكي فريم معمولة على وضع اوتو از ديفولت، انه يبتدي بطيء ويسرع في النص وينتهي ببطء، ده الاوتو. ارجع للسيكونسر، خليني امسح الكي فريم وارجع لفريم 0، احط هنا 0 عشان يرجع الموديل مكانه، واخليها على لينير واعيد الانيميشن. واشوفها في الكيرف اديتور، هلاقي الانيميشن يتسجل على وضع لينير از ديفولت، ان سرعة الانيميشن ثابتة من البداية للنهاية. طبعا اقدر اغير الكي فريم من هنا بعد كده، انا بس بشرح هما حاطينها هنا ليه. نرجع للسيكونسر وامسح الكي فريم دول. طيب في كمان زرار الاوتو كي، ده لو متفعل خليني اوريكم عملي. احط كي فريم هنا واحرك التايم لاين كده شويه، ولو جيت عملت اي حركه للموديل هتتسجل وهيحط لي الكي فريم بشكل اوتوماتيك، مش محتاج ان ادوس على زرار اد كي. يعني انا مش محتاجه عشان ساعات بتلخبطني. نرجع لفريم 0. في ايه تاني مهم؟ هنا بختار عدد الفريمات، اما 24 فريم زي الافلام او 30 لو هعمل انيميشن عشان الفيديو يبقى سموز، ولو عايز اعمل سلو موشن عندي من 60 لحد 120 فريم، و240 فريم لو هعمل سوبر سلو موشن. وطبعا الكيرف اديتور اللي بيخليك تتحكم في سرعة وشكل وسلاسة الكي فريم، وده باختصار اهم الحاجات اللي موجودة في التول بار اللي فوق. بالنسبة بقى للاوتلاينر اللي هنا، خلينا امسح ده واحط كاميرا بس عشان اجرب عليها. هلاقي ظهرت عندي اعدادات الكاميرا، دي مش كل الاعدادات. لو عايز اضيف حاجات تانية باجي هنا عند كاميرا كومبوننت واضيف الاعدادات اللي انا عايزها. طيب نخلي بس الفوكال لينس اللي هو البعد البؤري على 16 عشان تكون اللقطة وايد انجل. انا هبقى اشرح اعدادات الكاميرا بالتفصيل في درس منفصل، لانه مهم جدا جدا. مفيش حد فينا مش بيستخدم الكاميرا سواء في الحقيقة او في البرامج. المهم الاوتلاينر ده نقدر نحط فيه اي حاجة، نقدر نحط فيه صوت، نحط فيه كاركتر، نحط انيميشن، نحط افكتات، نقدر نحط حاجات كتيرة. ولو الحاجات اللي بعمل لها انيميشن كترت واتلخبطت، اقدر احدد على الكاميرا مثلا وادوس على ايزوليت، هيخليها ويخفي الباقي. ولو عايز ارجعهم بدوس على شو اول تراكس. طب لو عايز اخفي ده واخلي الباقي العكس، يعني بدوس على دي هايد سيلكتد تراكس وبرجعهم برضو من دي. طيب في عندنا الشريط اللي تحت ده قلنا اسمه بلاي باك اوبشن. عندك القوسين دول الاخضر والاحمر اللي هم دول اللي هو وقت الفيديو بتاعي قد ايه، ودول بيعبروا عن بداية المشهد ونهاية المشهد، او الرندر اللي هيتم هيكون ما بين الاتنين دول. ارجع تاني لفريم 0، احط الاخضر واروح لفريم 200 مثلا احط الاحمر وامد الكاميرا كاتس دي، وده الوقت بتاعي. عظيم. وده اللوبينج، ان الفيديو يتعاد لما يخلص ولا لأ. وده نهاية الفريم، وده بداية الفريم. وده الفورورد، باكورد، فورورد، باكورد، بوز، الحاجات اللي احنا المفروض اننا عارفينها يعني. وبالنسبة للتايم لاين
ده اللي بيتحط فيه كل الكي فريمات اللي بنحددها بوقت معين وكل العناصر اللي بتتحرك بحيث يتكون المشهد عندي لحد ما نطلع فيديو سينمائي احترافي. طبعا لو عايز اكبره وانا دايس على كنترول وبعجلة الماوس بعمل زوم اوت عشان اقدر اكبر كده، وبالرايت كليك اجيبها يمين شمال زي ما انا عايز. طب انا مش عايز كده، انا عايز التايم لاين يكون على كامل المنطقة دي، فباجي هنا بخلي ده 0 وده اجيبه كده شوية على حسب المساحة عندي. انا ايدي لما هتاخد على كل الحاجات دي التعامل مع السيكونسر هيبقى سهل جدا. طيب انا بقدر اضيف اي حاجة ازاي او بدخل الحاجة ازاي في الاوتلاينر؟ ممكن اسحبها كده وادخلها في السيكونسر، او اجي هنا عند اد واضيف اي حاجة انا عايزها. هتلاقي عندك اد اكتور انك تضيف اي ستاتيك مش او اي موديل او اي اكتور انت عايزه، بس انا بحب اسحب الحاجة وادخلها مانيوال اسهل. الموضوع بسيط يعني. وممكن احط فولدر عشان انظم الحاجات اللي عندي. اقدر احط اوديو تراك ملف صوت، وممكن احط ايفنت تراك وده ليه علاقة بالبلو برنت، ان في وقت معين في التايم لاين اقدر استدعي البلو برنت. والشوت تراك ده لو هجمع اللقطات كلها واحطهم جنب بعض بحيث اعمل مونتاج هنا، بس انا مش بعمل كده. وفي ترانزيشن برضو في حاجة اسمها فيد تراك بيدي تأثير فيد في بداية ونهاية اللقطة. عموما شغل المونتاج والترانزيشنز دي انا بعملها في ادوبي بريمير مش هنا، فدي باختصار الادوات اللي موجودة في السيكونسر. وكمان واحنا بنطبق عملي هنعرف ايه الحاجات اللي كل شوية بنستخدمها. طيب نمسح كل ده ونفضي السيكونسر ونرجع للكاركتر بتاعي ونكمل. احنا قلنا هنستخدم طريقتين في الانيميشن، انيميشن جاهز وانيميشن هسجل حركة جسمي ورياكشن وشي وانقلها على الانريل. طيب هبتدي بالانيميشن الجاهزة. اول حاجة ادخل الكاركتر هنا في السيكونسر عندي، اسحبه من الاوتلاينر اللي هنا وادخله في الاوتلاينر اللي هنا. ركزوا بقى معايا، بمجرد ان دخلته في السيكونسر هيظهر معايا الكنترول ريج ده اللي بحرك منه الكاركتر اللي قدامي ده مانيوال، وهلاقيه حاطط لي هنا البادي بالكنترول ريج بتاعه اللي هو ده اللي اقدر احرك جسم الكاركتر منه. وهنا الفيس بالكنترول ريج بتاعه اللي هو ده، وده بيخليني اقدر اغير ملامح وشي بكل تفاصيلها، كل تفصيلة في الكاركتر اقدر اتحكم فيها. طيب مبدئيا التو كنترول ريج دول انا مش محتاجهم لاني مش هعمل انيميشن مانيوال، انا عندي انيميشن جاهزة، فهمسح الكنترول ريج بتاع البادي والكنترول ريج بتاع الفيس ديليت، وافتح البراوزر عند التلاتة انيميشن سيكونس بتوع الكاركتر اللي بيمشي اللي هندمجهم مع بعض. انا عايز التلاتة دول احطهم في البادي لان دي حركة البادي مش الفيس. احطهم ازاي؟ طيب عشان استخدمهم في الكاركتر بتاعي لازم اعمل التلاتة انيميشن دول ريتارجت للكاركتر ده. هعمل كده ازاي؟ احدد على التلاتة، رايت كليك، ريتارجت انيميشن، اختار التلاتة انيميشن بتوعي او احددهم كلهم مفيش مشكلة، هما كده كده كلهم هينضافوا اجباري، واحط في التارجت سكيلتال مش البادي بتاع الكاركتر. يعني احط في السكيلتال مش بتاع البادي اللي هعمله انيميشن. فين البادي ده؟ اجيبه منين؟ بحدد على الكاركتر ومين ديتيلز، اعمل سيلكت على البادي، هلاقي انه مستخدم السكيلتال مش بتاع البادي، اعمل سيرش عليه هو ده واحط ده هنا في التارجت سكيلتال مش واقول له اكسبورت انيميشن واحطهم لي في فولدر باسم انيميشن عشان ابقى عارف مكانهم، واكسبورت كل حاجة زي ما هي، اكسبورت. سيف اول. ودلوقتي بقى عندنا في فولدر الانيميشن مجموعة انيميشن اقدر استخدمها في الكاركتر ده، واي انيميشن اجيبه من بره عشان استخدمه في الكاركتر هعمل لهم ريتارجت انيميشن بنفس الطريقة. ارجع للسيكونسر. انا دلوقتي عايز اعمل انيميشن لايه؟ للبادي. هاجي عند البادي ادوس على زائد دي، عند انيميشن هلاقي كل الانيميشن اللي عملت لهم ريتارجت موجودين هنا. استخدم دي مثلا اللي اسمها ستاند لوكينج ام انيميشن، اكبر دي كده هلاقي الكاركتر بتاعي بيتحرك حركة الانيميشن اللي حددته له بالشكل ده، ودي حركة جاهزة
طب الحركة الجاهزة دي ما اقدرش اعدل عليها؟ طبعا اقدر. طب فين الكنترول ريج اللي مسحته من شوية عشان اعدل عليه؟ عشان ارجع الكنترول ريج للبادي اللي بيتحرك ده في طريقتين. الطريقة الاولى من البادي بلس كنترول ريج واعمل تشيك على لايرد، ضروري افعل دي، واكتب ميتا هيومن. هلاقي الكنترول ريج بتاع الفيس ده مش عايزينه، وهلاقي الميتا هيومن كنترول ريج بتاع البادي، هختار دي، وهلاقي الكنترول ريج بتاع البادي ظهر. ده الانيميشن وده الكنترول ريج اللي ظهر دلوقتي. طيب دي اول طريقة، امسح الكنترول ريج ده. الطريقة التانية وهو اني هعمل بيك للانيميشن. يعني ايه؟ هاجي هنا عند البادي رايت كليك، مش زائد دي، لأ، رايت كليك عليها، هلاقي حاجة اسمها بيك تو كنترول ريج. اشيل بس تفعيل فلتر اسيد باي سكيلتون عشان الميتا هيومن كنترول ريج تظهر عندي. هاجي هنا هلاقي الكنترول ريج بتاع الفيس وبتاع البادي، هختار ميتا هيومن كنترول ريج اول واحدة واقول له كرييت. هلاقي انه سجل لي الانيميشن على كي فريم، عمل له بيك. كل جزء في الكنترول ريج متسجل عليه الانيميشن ومحطوط عليهم كي فريمات، وبالتالي مش محتاج الانيميشن ده خلاص، امسحه لانه اتسجل عندي هنا. طيب دلوقتي الكنترول ريج ده متسجل عليه، اعدل عليه ازاي؟ عايز اعدل على الحركات بتاعتي، اعدل على الانيميشن اللي موجود. هل ينفع اعدل هنا؟ لا ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ باجي هنا على الانيميشن اللي متسجل ده، ادوس على بلس واختار اديتيف، هلاقيه عمل كنترول ريج جديد وفاضي مفيش فيه انيميشن، اقدر بقى اعدل هنا براحتي. اجي عندي فريم 0 عشان ابتديها من الاول، وعرض دراعي شويه، حاسس انها مقفوله على جسمي قوي مثلا، وارفع كتافي شويه بالشكل ده، واقدر طبعا اسجل اي حركه انا عايزها واضيف على الانيميشن اللي موجود. فانا كده قدرت ان اضيف انيميشن واعدل عليه. تمام كده النقطه دي. تعالى بقى نحرك الكاركتر وندمج اكتر من انيميشن. امسح كل ده وافضي سيكونسر واضيف الكاركتر مره كمان عشان نحفظ الخطوات. امسح الكنترول ريج بتاع البادي والكنترول ريج بتاع الفيس، واروح اشوف الحركه كان اسمها ايه. اوكي ده اول انيميشن، انسخ الاسم كوبي واجي عند البادي لان الانيميشن اللي هنحطه هيكون في حركه جسم الكاركتر، بلس انيميشن واحط الاسم هنا. وده اول انيميشن. عايز اضيف بقى انيميشن تاني، بروح لاخر الانيميشن في التايم لاين واروح انسخ اسم الانيميشن التاني كوبي، واجي عند انيميشن اللي عند البادي ادوس زائد دي وانسخه. كده حطيت الاتنين انيميشن جنب بعض، بس في مشكلة هنا انه بيبتدي الحركة من الاول، انا عايزه يكمل من عند نهاية الانيميشن الاول. لو عملت رايت كليك شو سكيلتون وده كمان رايت كليك شو سكيلتون، هلاقي ان بداية الانيميشن التاني بعيد عن نهاية الانيميشن الاولاني. اظبطها ازاي؟ بكل بساطة وانا واقف عند نهاية الانيميشن الاولاني في التايم لاين، بعمل رايت كليك على الانيميشن التاني عند ماتش with this pawn in previous clip، اختار روت، هلاقي الانيميشن التاني ابتدى من عند نهاية الانيميشن الاولاني بالشكل ده. اخفل السكيلتون في الاتنين عشان اشوف كويس، وهلاقي الانيميشن مكمل معايا بطريقة صحيحة. على فكرة احيانا التنقل ما بين الانيميشن والتاني ساعات بيبقى فيه مشكلة لما اتنين انيميشن بيندمجوا مع بعض او بيتلاقوا مع بعض، فبنحطهم جنب بعض كده وبدخل دي في دي عشان يحصل دمج بين الاتنين ويكون في سلاسة في الدمج. بس انا ما عنديش مشكلة، الانيميشن مظبوط فهرجع زي ما كانت.
نخش على الانيميشن التالت، انسخ الاسم واروح لنهاية الانيميشن التاني في التايم لاين، ومن عند الانيميشن الاساسية بلس واجيب الانيميشن التالت. طبعا الانيميشن مش مظبوط، وانا عند نهاية الانيميشن التاني رايت كليك على التالت match with this pawn in previous clip واختار روت وهلاقيه ظبط. نشوف بقى الانيميشن كله. ابتدى يتحرك، مكمل حركة، وفي الاخر وقف. ودي طريقة تحريك الكاركتر او تحريك اي حاجة عايز تعملها انيميشن، بتدمجهم بالشكل ده وتقدر كمان تعدل عليهم، وبالطريقة دي انت تقدر تعمل اي انيميشن انت عايزه في المشهد بتاعك. الموضوع ده رهيب، انت ممكن تعمل قصص وافلام قصيرة بالموضوع ده. تمام، ودي كانت طريقة عمل انيميشن باستخدام مكتبات جاهزة. نخش بقى على الموشن كابتشر، اني احرك الكاركتر بحركة جسمي ورياكشن وشي. طيب عشان استفيد استفادة كاملة من الموضوع ده محتاج اني اسجل حركة جسمي ورياكشن وشي بالتزامن مع بعض في نفس الوقت. طبعا اقدر اعمل ده لوحده وده لوحده، مفيش اي مشكلة وهتطلع نتيجة كويسة، ولكن عشان الموضوع يبقى رياليتي وطبيعي وكمان تستفيد استفادة كاملة من التجربة دي محتاج الاتنين مع بعض وفي نفس الوقت. طيب ازاي باخد رياكشن وشي وحركة جسمي؟ انا هشرح كل الطرق عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. الطريقة البروفيشنال لو انت واخد الموضوع شغل واحترافية وعايز تدخل في عالم السينما وصناعة الافلام، في بدل موشن كابتشر سوت بتلبسها زي بدلة روكوكو سمارت سوت برو 2. دي بدلة متكاملة فيها سمارت سوت، بدلة مخصوصة عشان تاخد حركة جسمك، وفيس كابتشر عشان تسجل حركة وشك، حاطة فيها سمارت جلافز عشان تاخد حركة صوابع ايدك. وفي بدلة تانية اسمها اكسنس سوت برضو نفس الحكاية، بس مشكلة البدل دي غالية جدا. يعني بدلة الروكوكو سمارت سوت سعرها $2300، ده غير ملحقاتها. يعني لو طلبت السمارت جلافز والهيد كام هتكلفك $4600، والاكسنس سوت برضو سعرها $4500، ده غير الاشتراكات السنوية بتاعت السوفت وير اللي بتشغل البدل دي، اللي هو بقى لو عندك استوديو فهتعمل موشن كابتشر سيستم اللي هي الكاميرات المخصصة لالتقاط حركة الجسم، وقصة كبيرة كده. والبدل دي اصلا مخصصة لصناعة الافلام والالعاب، عشان كده غالية. طيب كل ده ملناش دعوه بيه، انا بديلكوا فكره بس عن كل الطرق اللي تخليك تسجل بيها حركه جسمك ورياكشن وشك. الموضوع ابسط من كده بكتير، انا هخليك تطلع نفس جوده البدل دي باسهل طريقه. بخصوص رياكشن الوش دي سهله، كل اللي هتعمله انك تسجل نفسك فيديو باي كاميرا موبايل عندك. يفضل انك تشتري فيس موك اب هيد ريج، دي عباره عن خوذه بتلبسها وبتحط الموبايل قدام وشك وبتسجل رياكشناتك. ميزة الخوذة دي انك تقدر تتحرك في كل الاتجاهات وما تبقاش مقيد انك تفضل باصص قدام الكاميرا وتتكلم في اتجاه واحد بس. انا طلبتها بس مش عارف ايه المشكلة، كل شوية يعملوا لي ريفاند ويرجعوا لي الفلوس بعد شهر، واستنيت شهرين لاني طلبتها مرتين. كنت عايز اعمل شورت فيلم في الفيديو ده بس لقيت نفسي هتأخر بسبب الخوذة الهبلة دي وما عنديش بدايل تانية. قلت لا ما بديش، انا هبدأ، بس كنت مقيد شوية، هتعرفوا ليه دلوقتي. فبالنسبة لرياكشن الوش هتسجل نفسك فيديو بأي كاميرا موبايل عندك. طب بالنسبة لحركة الجسم، في مواقع بتقدم الخدمة دي زي موقع ديب موشن وموقع كويك ماجيك وموقع موفي اي اي، وده ليه ابليكيشن على الموبايل. بس انا بحب ديب موشن لانه ارخص ما فيهم ونتيجته ممتازة. يعني مثلا ديب موشن دي اشتراكاته يستحسن تخليك في الخطة السنوية ارخص. طب ايه ده؟ ثانية واحدة، انت مش قلت هنتعلم كل ده ببلاش؟ احنا كده هندفع بقى. اهدى عليا ما تستعجلش، وهخليك تعمل اللي انا عملته ببلاش. خليني بس اشرح لك التفاصيل كلها عشان عايز اغطي الموضوع كله. طيب بما اني ما اشتريتش الخوذة فاضطريت اني اصور نفسي باتنين موبايل في نفس الوقت، واحدة صورت بيها رياكشن وشي والتانية صورت بيها رياكشن جسمي. وطبعا كنت مقيد في حركتي لاني كنت مضطر وانا بتكلم افضل باصص قدام الكاميرا، ما ينفعش ابص لا يمين ولا شمال. وكمان للاسف جودة الفيديو اللي صورت بيه وشي ما كانتش حلوة، يعني كانت اول تجربة ليا. المهم فتحت موقع ديب موشن واخترت انيميشن 3D وي لانش. وعلى فكرة انا ما اشتركتش في موقع ديب موشن، دي الخطة المجانية، هو سامح لي اني اعمل فيديو واحد مدته 20 ثانية كتجربة. تمام، ادوس على كرييت وباجي هنا وبغير ال 3D موديل بتاعي للادالت فيميل ويز فيشال ريج، لان دي هتديني 4 ريج من حركة الجسم وحركة الوش. انا كده كده مش محتاج حركة الوش في حاجة صحيحة. بعد كده بحط الفيديو بتاع حركة جسمي
واتأكد ان مدة الفيديو 20 ثانية بس، لانك لو حطيت مدة اطول هيقولك قص الفيديو. انا طبعا لو عايز اكتر بشترك وبعمل لقطات كتير، او حتى الوقت هيكون اطول في كل مرة اعتقد. اوكي، وبحدد على الحاجات دي هاند تراكنج والفيزيكس فلتر والفيس تراكنج بس، واقول له كرييت انيميشن. والحقيقة النتيجة كانت حلوة جدا، اخد نفس حركاتي بالظبط. بعد كده بحمل الانيميشن بامتداد FBX وبرجع للانريل. في فولدر الانيميشن اعمل نيو فولدر واسميه ديب موشن عشان ابقى عارفه. وبسحب ملف ال FBX اللي فيه الانيميشن جوه الفولدر. هتظهر لي نافذة الامبورت دي، اتأكد بس من اعداداتك تكون نفس اعداداتي. static mesh import static mesh احنا مش محتاجينها بس خليها مفيش مشكلة. والسكيلتال ميش خليك مفعلها. المهم بنزل تحت عند انيميشن واتأكد من snap to closest frame boundary تكون متفعلة، وبعمل import. وطبعا save all، وهتلاقي الانيميشن بتاعي موجود اللي هو الانيميشن سيكونس ده. ودي طريقة تانية بعمل منها انيميشن للبودي، وعشان استخدمه لازم اعمل ريتارجت للانيميشن ده انه يشتغل معايا في الكاركتر بتاعي. بعمل رايت كليك عليه واعمل له ريتارجت انيميشن. بعمل سيلكت على الانيميشن او دبل كليك عليه عشان اشوفه. هنا بيقول لي هتارجت اي ستاتيك مش، هقول له للبادي بتاعي، ادور عليه، احدد على الكاركتر بتاعي عند البادي هو ده، اعمل سيرش عليه وبحط ده في التارجت سكيلتال مش، وهلاقي البادي بتاعي بيتحرك نفس حركة الانيميشن. بالمناسبة هو باين دراع البادي بس، وده بسبب اللبس اللي هو لابسه، لان لما انا لبسته من الميتا هيومن كاركتر الهدوم اخدت مكان البادي فما بانش في جسمي غير الدراعات دي. المهم يعني بعمل اكسبورت انيميشن وبقول له حط لي الانيميشن في فولدر الانيميشن واكسبورت. اكسبورت هو ده، اعمل له سيف واخد الاسم ده كوبي وارجع للسيكونسر. انا ممكن اشتغل هنا في نفس السيكونسر ده وامسح الحاجات دي او اعمل واحد جديد احسن. اجي هنا add level sequence، اروح لفولدر cinematic video اللي فيه السيكونسر واسمي ده 02 مثلا. وادخل فيه الكاركتر بتاعي زي ما اتعلمنا، وامسح الكنترول ريج بتاع البادي والفيس مش عايزهم. ومن عند بادي ادوس على بلس دي عند انيميشن واختار الانيميشن بتاعي. وهلاقي الانيميشن اللي سجلته ودخلته هنا قدرت استخدمه في الكاركتر بتاعي بالشكل ده. والانيميشن بصراحة ممتاز، حركة ايدي مظبوطة مفيش اي مشكلة. طبعا دي حركة البادي بس، لسه ما ضفناش الفيس. هنا بقى لما اضيف رياكشن وشي بالتزامن مع البادي الموضوع هيبقى رياليستيك جدا. انا طبعا ممكن استخدم اي مكتبة انيميشن من فاب، بس عشان اتكلم واطبقها مع اي انيميشن تاني الموضوع هيبقى فيك شوية. طيب عايزين بقى نضيف رياكشن الوش. الموضوع هنا سهل جدا، هروح لفولدر ميتا هيومن، رايت كليك ميتا هيومن واختار ميتا هيومن بيرفورمانس بنفس الاسم، دبل كليك افتحها. هنا في الانبوت تايب بختار منها هل اسجل رياكشن وشي من خلال فوتج فيديو ام اوديو تسجيل صوتي، يعني خلى الكاركتر يحرك شفايفه بناء على الاوديو. لا، هختار فيديو فوتج. وهنا هيسألني عن الفوتج كابتشر داتا، فين الفيديو؟ عشان ادخل الفيديو هروح من قائمة تولز واختار لايف لينك هاب. هيفتح لي نافذة جديدة او برنامج تاني منفصل عن الانريل.
ده من خلاله بختار الطريقة اللي هسجل بيها حركة وشي، هل هيكون فيديو مسجل أم فيديو لايف، وساعتها أقدر أحرك وشي بشكل مباشر، وده هنشوفه كمان شوية. المهم بغير اللايف داتا دي إلى كابتشر مانجر وأدوس على Add Device. طيب لو أنا مسجل فيديو فيه ديبس داتا على البرامج اللي فيها ديبس فيس، هختار Take Archive Ingest. ولو مسجل فيديو عادي بكاميرا موبايل بختار مونو فيديو انجست، فاختار مونو فيديو انجست. بحدد على دي وبروح للمكان اللي فيه الفيديو، بدخل جوه الفولدر بس كده واعمل سيلكت فولدر، هلاقي الفيديو ظهر هنا، بحدد عليه واقول له add to queue وادوس ستارت. بس كده خلاص. هنا برجع هنا ومن فوتج كابتشر داتا بحدد على الفيديو بتاعي، هلاقيه دخل هنا. هو للأسف جودة الفيديو ضعيفة شوية، هنشوف النتيجة دلوقتي. وباجي عند input type بختار monocolor footage. بعد كده من visualization mesh بحط الفيس مش بتاعي، بدور عليه من الكاركتر، هو ده SKM AMRO Face Mesh. اخد الاسم كوبي واحطه هنا واقول له يس. ودلوقتي ادوس على بروسيس عشان ينقل الحركة عليه، وهلاقيه نقل رياكشن وشي على الفيس مش بتاعي بالشكل ده. طيب ركزوا معايا، هنا حط لي رياكشن الوش وكمان حركة الجسم. انا مش محتاج حركة الجسم لاني عندي حركة الجسم هنا خلاص، مش محتاج الحركة دي. فمن عندي هيد موفمنت مود بقول له ديسيبل، مش عايز حركة الجسم لان لو ضفت حركة الجسم الانيميشن هيبوظ. تمام، احنا كده خلصنا. هقول له اكسبورت انيميشن، هروح لفولدر انيميشن، اعمل نيو فولدر اسميه فيس واحفظه هنا عشان الانيميشن كله يبقى في مكان واحد، واتاكد ان التارجت سكيلتال مش محطوط عليه المش بتاع وشي اللي هو نفس ده، وي كرييت. اعمل سيف واروح لمكان الانيميشن. كده اصبح عندي انيميشن لحركة الوش. انسخ الاسم بتاعها وارجع للسيكونسر، اروح لفريم 0 ومن عندي فيس ادوس على زائد دي انيميشن واختار الانيميشن بتاع الفيس. وبكده اصبح عندي انيميشن لحركة جسمي مع رياكشن وشي مدموجين مع بعض. ملحوظة مهمة، أنا بضيف في الأول حركة الجسم وبعد كده الوش، مش العكس، لازم بالترتيب ده عشان ما يحصلش مشاكل. ما تنسوش النقطة دي، تمام؟ طبعا أقدر أضيف صوت، أدوس على اد وأجيب أوديو تراك، بس أنا مش بحب أضيف الصوت من هنا، أنا بحب أعملها في مرحلة المونتاج في أدوبي بريمير، ودي النتيجة النهائية للي عملته. وطبعا بقدر أتحكم في حركة جسمي ورياكشن وشي. في شوية عيوب في بعض الحروف لو خدت بالكوا، وده بسبب جودة الفيديو الضعيفة جدا. طبعا لو كانت جودة الفيديو أحسن كانت طلعت أدق، ودي كانت أول تجربة أعملها والنتيجة رائعة الحقيقة. طيب أنا عايز أعمل أنيميشن ومش معايا الخوذة ومش مشترك في المواقع اللي بتعمل حركة الجسم ومش عايز أدفع فلوس وعايز أعمل أنيميشن، أعمل إيه؟ نفس حالتي، الخوذة لسه ما جاتليش وبالتالي ما اشتركتش في المواقع دي. إيه الحل؟ كل اللي هتعمله إنك تسجل فيديو بدون حركة الجسم، فقط رياكشن الوش مع حركة وشك للنص اللي فوق بس، وتروح للأنريل من قائمة تولز، افتح اللايف لينك هاب عشان تضيف الانيميشن الجديد، وكابتشر مانجر، اد ديفايس، اختار مونو فيديو انجست،
واروح للفولدر اللي فيه الانيميشن، select folder، هلاقي فيه 2 فيديو، هختار الجديد ده وادوس على add to queue، احدد على دي وستارت. بس كده خلاص هنا. واروح افتح الميتا هيومن بيرفورمانس، واختار الفيديو التاني واعمل بروسيس. تمام، انا هنا كنت فاصل الهيد موفمنت مود. في عندي هنا الترانسفورم تراك، بس مشكلته انه بيحرك جسمي بشكل سريع وحاد. اما الكنترول ريج بيديني حركة وشي بطريقة سلسة شوية وجسمي نوعا ما ثابت، وده اللي انا عايزه. واعمل اكسبورت انيميشن. في فولدر انيميشن عندي فيس واسميها 02 عشان ابقى عارفها. سيف واختار ماي فيس، كرييت. عظيم جدا. اعمل ليفل سيكونس جديد في فولدر سينماتيك فيديو 03، سيف، وادخل الكاركتر بتاعي جوه السيكونس، وامسح الاتنين كنترول ريج دول. تمام، ركزوا بقى هنا. لو انا حطيت الانيميشن ده في الفيس، بص اللي هيحصل. الدنيا باظت، وده بسبب اني سمحت الانيميشن وشي انه يتحرك في الميتا هيومن بيرفورمانس. طب ايه الحل؟ امسح الانيميشن ده، وبدل ما احط الانيميشن في الفيس هحطه في البادي. هاجي هنا انيميشن واحط الانيميشن بتاعي. هلاقي الانيميشن بقى مظبوط. طب ليه عملنا كده؟ هو ده مش انيميشن للوش؟ احنا عملنا كده لان وشي بيتحرك، والحركه دي تبع البادي مش الفيس، والبادي كمان بيقرا رياكشنات الوش، فعشان كده الانيميشن ظبط مع البادي مش الفيس. نمسح خلاص الفيس، مش عايزينه، كل حاجه عندنا في البادي خلاص. وده شكل الانيميشن بتاعي. عيني مقفوله شويه ودراعي مفتوح. عايز اعدل على الحاجات دي كلها. زي ما اتعلمنا، هاجي عند البادي، رايت كليك، واشيل تفعيل فلتر اسيد باي سكيلتون، ومن عندي بيك تو كنترول ريج، فيس كنترول ريج، كرييت. هلاقي الكنترول ريج الخاص بالفيس ظهرت عندي، والانيميشن ده خلاص مش عايزينه لانه اتعمل له بيك واتسجل عندي هنا. طيب عايز البادي، انا مسحت التانية. اوكي، هعمل البادي دبليكيت وامسح الكنترول ريج واروح لفريم 0، رايت كليك هنا، بيك تو كنترول ريج، واختار ميتا هيومن كنترول ريج الخاص بالبادي. واسمي اللي فوق فيس عشان ما اتلخبطش بينهم. ودلوقتي بقى عندي الكنترول ريج الخاص بالفيس والخاص بالبادي، وعشان اقدر اعدل على اي واحدة منهم مش هعدل من هنا، ماليش دعوة بدول لاني متسجل فيهم انيميشن. هاجي هنا عند الكنترول ريج ده، ادوس على دي واختار اديتيف عشان يعمل لي كنترول ريج تانية فاضية عشان اقدر اعدل عليها، واعمل لدي كمان اديتيف.
هروح لفريم 0 واحدد على الكنترول ريج الفاضيه بتاعت البادي، وابتدي ان اظبط البادي بتاعي زي ما انا عايز. ولو عايز اعمل انيميشن مانيوال اقدر طبعا اعمل كده، ولو عايز اضيف انيميشن خارجي برضو اقدر اعمل كده. تمام، ده كده البادي. بالنسبه للفيس، وانا عندي فريم 0 احدد على الكنترول ريج الخاص بالفيس واظبط رياكشنات وشي على حسب ما انا عايز. انا عينيا مغمضه شويه، ممكن افتح عيني حاجه بسيطه من دول، ارفعهم لفوق شويه كده. طبعا ممكن اعدل على كل تفصيله في ملامح وشي، وممكن اعمل لها انيميشن. عندي الكنترول ريج ده فاضي اقدر استخدمه في الانيميشن، مفيش اي مشكله. بس وبكده عملنا انيميشن بدون ما ادفع فلوس وبدون اي اشتراكات. قدرت اعمل رياكشن الوش مع حركه وشي للمنطقه اللي فوق. اما بخصوص البادي زي ما قلت لكم نقدر نستخدم مكتبات جاهزه من فاب او من موقع ميكسامو. الموقع ده فيه انيميشن كتيره جدا ومجانيه. ولو عايز استخدم حركتي انا هشترك في موقع ديب موشن عشان اسينك الاتنين مع بعض. ولو عايز اعلى بالليفل واطلع نفس اداء البدل بتاعه الموشن كابتشر سوت هشتري خوذه الفيس موك اب هيد ريج اللي قلت لكم عليها. ده لو عايز اعمل بقى فيلم كامل باقل تكلفه واستفيد استفاده كامله من الميتا هيومن. طيب تعالوا بقى نعمل استوديو او نستخدم استوديو جاهز عشان نكمل شغل بشكل سينمائي، احنا لسه مخلصناش. انا هستخدم مكتبة اسيت باك اسمها RD Lighting Kit، وده عشان اعرض اي منتج، اي كاركتر، اي حاجة انا عايزها داخل استوديو واعرضه بشكل سينمائي زي ما هنشوف دلوقتي. هي موجودة عندي، مش محتاج ان افتحها اوبن بروجكت. انا ممكن ادخل على الكونتنت وانسخ اللي فيها، انسخ الاتنين دول كوبي واروح لملفات المشروع داخل فولدر الكونتنت. خلاص حفظنا، بيست هنا. بس خدوا بالكم ملحوظة مهمة، ما ينفعش احط الاتنين دول داخل فولدر لغرض الترتيب وادخل الفولدر هنا، وده لان المكتبة متعرفة على مسار معين. لو انت غيرت المسار ده لغرض الترتيب هتلاقي حاجات كتيرة مش هتشتغل معاك. عايز ترتب داخل الانريل مش من بره. تمام كده النقطة دي، عشان في ناس كتيرة بتحصل معاها المشكلة دي. طيب اروح للانريل وافتح الكونتنت، هلاقي ال RD Lighting Kit. اروح للمابس وافتح لايت كيت ماستر. هيظهر معايا الليفل بالشكل ده. بعد كده باجي هنا واروح للبلو برنت، رايت كليك على دي واقول له run editor utility widget واختار استوديو بريسيتس. هتظهر عندي اشكال اضاءات كتيره بالشكل ده. اختار من البريسيتس دي الشكل اللي انا عايزه. هو عامل ايه؟ حاطط لي الاضاءه مع نموذج وهمي لمصدر الاضاءه ده، ان يعني السوفت بوكس ده هو اللي مطلع الاضاءه. فكره حلوه وواقعيه عشان احس اني داخل استوديو. حلوه دي. طبعا انا ممكن اعملها بنفسي، بس هو مسهل الموضوع لاني اقدر ابدل ما بين استديوهات كتيره بلايت سيناريو مختلفه. طيب الكيت ده في ايه تاني؟ في عندي هنا اديت ستوديو، ممكن اغير منه شكل الاضاءات او شكل الباك دروب باك جراوند اللي ورا ده بالشكل ده. يعني ظريف بصراحه. طيب هعمل له مينيمايز دلوقتي وادخل الكاركتر بتاعي هنا من ميتا هيومن عمرو، واسحب بلو برنت الكاركتر بتاعي عند التارجت ده، اظبط مكانه. ودي اشكال سيت اب لاضاءات كتيره.
واقدر طبعا امسك اي واحدة من دول واعلي واقلل شدة الانارة. وممكن ازود انارة لو عايز. انا بحب احط نور ورا الشعر بالشكل ده. انا عندي هنا الكي لايت مصدر الانارة الرئيسي اللي منور وشي، والناحية التانية الباك لايت اللي منور الناحية دي، وده يعتبر الايدج لايت اللي بينور حواف الجسم بشعري. انا عندي الجزء ده مضلم، عايز املاه بفيل لايت، ده مش كفاية. عادي هنسخ ده واحطه هنا. عالي قوي نقلله. الفيل لايت ده ما ينفعش يبقى شارب كده، شايفين الظل ده ظل حاد. عادة اضاءة الاستوديو مش بتبقى حادة، فهاجي عند سورس راديوس اكبرها شوية بس كده. شايفين عدلت على الاضاءة اللي موجودة ازاي لانها ما كانتش كافية، ودي نتيجة اضاءة الاستوديو. ممتاز. طيب احنا قلنا اننا نقدر نحرك الكاركتر باي مكتبة انيميشن جاهزة سواء من فاب او من موقع ميكسامو. لو فتحنا السيكونسر هنلاقي الكاركتر بلون احمر لان مش ده الكاركتر اللي عملنا له انيميشن. بسيطة، هسحب الجديد هنا واشيل الاتنين الكنترول ريج دول وانسخ الانيميشن ده كوبي وانقله للبادي بيست وامسح ده. خلاص تمام كده. دي كانت الطريقة الأولى، دمجنا 3 انيميشن مع بعض بحيث اخلق سيناريو معين. الطريقة التانية اني عملت انيميشن بحركة جسمي ورياكشن وشي، وقلنا في الطريقة دي يفضل اننا نشتري خوذة الفيس موك اب هيد ريج ونشترك في موقع ديب موشن عشان نطلع افضل جودة. والطريقة التالتة المجانية، خليني اسحب الكاركتر بتاعي هنا وانسخ الكنترول ريج ده كوبي واحطه في البادي بيست، وده كوبي عند الفيس بيست وامسح ده. خلاص في الطريقة دي قدرنا اننا نشتغل على حركة ورياكشن وشي بالكامل ونضيف ونعدل عليها. طبعا ممكن استخدم اي انيميشن للبادي مفيش مشكلة، هلغي بس حركة وشي واخلي بس تعبيرات وشي، وده بعمله من الميتا هيومن بيرفورمانس. بفتحها والغي الحركة دي، بروح للهيد موفمنت مود، بدل ما هي كنترول ريج اخليها ديسيبلد افصلها بس، واضيف اي انيميشن للبادي زي ما انا عايز. هي بتبقى فيك شوية بس ممكن نطلع بحاجة منها، مش هنغلب يعني. ودول كانوا 3 طرق حركنا بيهم الكاركتر بتاعنا. طيب في طريقة كمان، طريقة تسجيل تانية غير موضوع اني اسجل فيديو. اقدر كمان احرك الكاركتر تحديدا تعبيرات وشي من خلال اللايف واشوف النتيجة بشكل مباشر قدامي. بعمل كده ازاي؟ وده عن طريق ابلكيشن اسمه لايف لينك فيس، بنزله على الموبايل. ده تطبيق رسمي من ايبك جيمز مخصص للفيس موشن كابتشر. بفتح السيتنجز عند الواي فاي ادريس، اخليها معروضة قدامي كده عشان هنقل الرقم اللي فيها كمان شوية، وبرجع للانريل من قائمة تولز وبفتح اللايف لينك هاب مرة كمان، اخليها زي ما هي لايف داتا. بروح لاد سورس واختار لايف لينك فيس. في عندي هنا ميتا هيومن فيديو، ده لو عندي ويب كام، بس انا هشتغل على الابليكيشن فهختار لايف لينك فيس، احدد عليه وانزل تحت واحط الادريس اللي كان موجود في اعدادات الابليكيشن، انسخه هنا واعمل كونكت عشان اربط الموبايل بالانريل. هيديني العلامة الصفرا دي، بمجرد اني اوجه الكاميرا على وشي هيديني علامة صح كده، اموري تمام. بعمل مينيمايز للويندو دي وبعمل سيلكت على الكاركتر بتاعي، ومن الديتيلز عند لايف لينك سبجكت
بختار الكاميرا او الاسم بتاعي وبعمل تشيك على Use Live Link وكمان على Use Arcade. ودلوقتي انا لايف قدام الكاميرا وبتكلم وانا شايف نفسي. بحرك الكاركتر بتاعي بنفس رياكشنات وشي باستخدام ابلكيشن لايف لينك فيس. دي تقنيه الميتا هيومن في الانريل انجن. اللي انا عملته هنا ناس متخصصه 3D ارتست بتعمله على برامج زي المايا والزي براش. انا عملته على الانريل انجن بكل سهوله وشبه مجانا، ما دفعتش اي فلوس. انا دلوقتي بتحرك بالكاركتر بتاعي انا بنفس تعبيرات وشي، وده معناه ان اقدر اعمل اي قصه انا عايزها عن طريق الكاركتر بتاعي انا. بصوا على تفاصيل وشي، احساس غريب قوي. وده بقى قوه الانريل انجن 5. تقدر تعمل اي حاجه انت عايزها، تقدر تعمل القصه اللي انت عايزها بشخصيتك انت. طيب بعد ما شغلت اللايف عايز بقى اسجل الكلام بتاعي. بروح من قائمه ويندوز سينيماتكس واختار تيك ريكوردر وبحدد على الكاركتر بتاعي وبدخله هنا كده، بحدد عليه وانزل تحت ونشوف ايه الحاجات اللي هسجلها. انا في حاجات هنا مش عايز اعمل انيميشن للهير، بشيل تفعيلهم عشان ابسط الامور في الانيميشن عشان يبقى خفيف وسلس. طبعا لو جهازك ضعيف شويه اثناء وانت بتسجل ممكن تقلل البرفورمانس شويه اثناء التسجيل، بعد كده رجعها تاني عادي. الانيميشن باسم السين 1 اوكي، خليها زي ما هي ما غيرهاش، واخلي عدد الفريمات 30 فريم وكمان هنا 30 فريم عشان التسجيل يبقى سموز شويه، وادوس على زرار التسجيل. ودلوقتي انا بسجل اللايف بتاعي والاقي السيكونسر بيسجل، وبعد ما بخلص بدوس على ستوب ريكوردينج او ادوس مسطره عشان اوقف تسجيل. بعد ما بخلص بقفل خلاص التيك ريكوردر. طبعا اكون بسجل بمايك خارجي عشان اقدر ادمج الصوت والفيديو مع بعض في اي برنامج مونتاج بعد كده. وبما اننا خلصنا تسجيل بحدد على الكاركتر والغي تفعيل يوز لايف لينك واليوز اركيد. طيب فين بقى التسجيل اللي عملناه؟ لو طلعت بره هلاقي فولدر جديد باسم سينيماتكس، ممكن يكون موجود في فولدر سينيماتيك فيديو. موجود، لقيته. تيكس التسجيل بالتاريخ ده، هذا هو الليفل سيكونس ده. طيب عشان استخدمه هعمل ليفل سيكونس جديد، اد ليفل سيكونس في المكان بتاعه في فولدر سينيماتيك فيديو واخليه رقم 4 عشان ابقى عارفه، وي سيف. ادخل الميتا هيومن بتاعي جوه السيكونسر زي ما اتعلمنا ونمسح التو كنترول ريج دول. طيب ركزوا هنا، هو ده انيميشن خاص بالبادي ولا الفيس؟ هل هو رياكشن او تعبيرات وشي بس ولا في حركه للفيس والرقبه؟ لو في حركه ده يعتبر انيميشن البادي، فهمسح الفيس. طيب الانيميشن اسمه ايه؟ انسخ الاسم واجي هنا عند البادي انيميشن واحطه هنا. هو ده اللي على شكل بادي مش فيس، بختاره. وبكده قدرت اسجل اللايف بتاعي بالشكل ده. وطبعا لو عايز اعدل على الانيميشن بتاعي باجي عند البادي رايت كليك، بشيل تفعيل فلتر تو كنترول ريج ومن بيك تو كنترول ريج بختار فيس كنترول ريج كرييت. خلاص بمسح الانيميشن ده لانه متسجل هنا. وباجي عند الكنترول ريج واقول له اديتيف، ودلوقتي اقدر اعدل على الانيميشن بتاعي زي ما انا عايز. وزي ما قلت لكم لو عايز اضيف انيميشن خاص بالبادي ما تنسوش تبداوا بالبادي الاول بعد كده الفيس عشان ما تحصلش مشاكل معاكم. وبس كده عرفنا ازاي نحرك الكاركتر بتاعنا بكل الطرق. طيب هل اقدر استفيد بالميتا هيومن كاركتر بتاعي في حاجات تانية غير الانيميشن؟ طبعا انا ممكن اعمل بيه حاجات كتيرة جدا. يعني ممكن استخدمه في الران تايم كثيرد بيرسون واتجول بيه في المشروع. تخيل معايا انك تتجول بشخصيتك في المشروع او الجيم بتاعك وكمان بتتفاعل مع كل حاجة بيه. وبما ان الموضوع ده شغل بلو برينت فانا ضفته في البلو برينت كورس بتاعي. وكمان هنتعلم ازاي تركب اي عربية وتتنقل بيها من مكان لمكان في المشروع بتاعك وتطلع منها وتكمل بالثيرد بيرسون. يعني بما اننا اتكلمنا عن الميتا هيومن والكاركتر
وان شاء الله هيبقى في ابديتس قويه جدا غير دول، وفي مفاجاه كبيره بحضرها هتنزل قريب للناس اللي مشتركه في الكورس. انتوا عارفين اي حاجه خاصه بالبلو برنت هتنضاف في الكورس على طول. طيب خلينا نتكلم شويه عن الميتا هيومن والفرق بينه وبين الذكاء الصناعي. احنا ليه ما نعملش ده بالذكاء الصناعي؟ الذكاء الصناعي بقى قوي جدا دلوقتي ومجبر ان نتعامل معاه حتى لو انا مش عايز، لانه فعلا مفيد جدا. طيب لازم تفهم الذكاء الصناعي بيقدم ايه وبيفكر ازاي. الذكاء الصناعي بيديك قوه مش تحكم، هيدي لك اللي انت عايزه بس مش هتقدر تتحكم فيه. هو بيرتجل، بيشتغل من دماغه. مهما كتبت اعظم برومبت مش هتوصل للنتيجه اللي انت عايزها. مش هتكستمايزبل وتعدل وتedit وتظبط شكل الشخصيه وتظبط الكاميرا والحركه وتفاصيل الوش وتعمل حركه جسم واقعيه وانفعالات طبيعيه واحساس بشخصيتك الحقيقيه. لا، هو بيديك نتيجة جاهزة بس مفيش تحكم كامل. لو عايز تعديل بسيط هتعيد من الأول. هو مفيد في الفيديوهات القصيرة والسريعة لكن مش قوي في الورلد بيلدينج والمشاريع الكبيرة. مين هيستخدمه؟ من الآخر اللي عايز يستسهل. أي حاجة في الحلمبز هعمل منه أنيميشن، وفعلا هيعمل منه أنيميشن قوي لأن الذكاء الصناعي قوي جدا دلوقتي. أنا بالنسبة لي الذكاء الصناعي بستخدمه لإنعاش أفكاري إلى أن يوصلوا لمرحلة إنهم يستغنوا عن خدماتنا خالص. ولكن حاليا الأفضلية عندي في الأنريل إنجن، وكمان أنا رايح للأنريل وأنا مطمن لأن إيبك جيمز دايما بيطوروا. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. انتوا شفتوا النتيجه النهائيه عامله ازاي؟ قدرت احول نفسي ل 3 دي كاركتر وغطيت كل السيناريوهات لعمل الانيميشن، سواء تسجيل فيديو او لايف او باستخدام مكتبه انيميشن جاهزه. انت بالامكانيات دي تقدر تعمل فيلم او تحكي قصه او تعمل حوار بينك وبين حد تاني. افكار كتيره ممكن تعملها بالكاركتر بتاعك، غير انك ممكن توظفه في اللعب او التفاعل في مشروعك. موضوع النهارده قوي جدا وكان لازم اتكلم عنه. انا قلت نغير شويه وندخل في عالم السينما والافلام والانيميشن. واسف على التاخير، انتوا عارفين اليوتيوب مجرد هوايه وحاجه بحب اعملها واني مفيش مصدر دخل منها، ولذلك يا ريت تدعموني وتشتركوا في القناه وتدوسوا لايك وتدوسوا زرار الجرس عشان تتابعوا الجديد. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.